لو دخلت تدور على أداة AI هتغرق مواقع، أدوات، إعلانات، دوامة. بس أنا جبت لك الخريطة. أنا كنت عايز أبدأ أشرح المصطلحات الخاصة بال AI prompt، ال API، الأوتوميشن. بس كل يوم في جديد، فإحنا محتاجين نواكب اللي بيحصل، لأن حرفيا كل يوم في جديد، وجديد قوي مش ضعيف. خلينا كده نرجع للمواقع اللي قلنا عليها عشان نلم الدنيا كمحرك بحث في الأول. أول موقع معانا هو futurepedia.io. ده اكبر محرك بحث للاي اي. تدخل تكتب له عايز اصمم لوجو، ديزاين لوجو، هيقول لك ايه المواقع اللي تفيدك بالكامل ويفرقها لك المجاني والمدفوع. ده اول موقع معانا. التاني توريفاي دوت اي اي، محرك بحث قوي جدا ومنظم وواضح، وفي ادوات مستخبيه ممكن تلاقيه فيها. التالت تي اي اي تي او there is an AI for that. وده موقع كان قوي جدا وهو منظم جدا جدا لدرجه انك تخش يفتح لك زي ترتيبات معينه، تخش على اللي بعدها زي تري يعني او شجره، تخش على اللي بعدها لحد ما توصل للغرض اللي انت عاوزه. بس مؤخرا بقى ناقص حاجات كتير. الرابع AI Tools Arena، وده موقع قوي جدا ان هو بيعتمد على التقييمات. الناس بتخش وتجرب، بتخش تشوف التقييمات بتاعتهم لكل موقع ايه وتفهم منهم، فهو مفيد لو انت بتدور على التقييم الاول قبل ما تجرب انت. اما الخامس والاخير فهو allthingsai.com، ودوت مقارنات، بيقارن لك ما بين الادوات وبيعرفك مميزات كل اداه ايه عن التانيه. احفظ الفيديو ده عندك هينفعك بعد كده. وايه كمان،